صباح الخير. لسه صاحي من النوم والصراحة بموت، جسمي كله مكسر. امبارح بالليل طيب صاحبي اللي معايا في الجامعة كلمني وقال لي تعالى العب معانا كورة النهاردة، وانا الصراحة بقالي كتير جدا ما لعبتش كورة. مش قادر، هموت. رجعت اقف جون عشان هموت. يا لهوي، مفيش اي صحة. انا استحليت موضوع الجون ده، شكلي هكمل في الجون بس الصراحة مش قادر. انا مخلص لعب مثلا من حوالي ربع ساعة او نص ساعة، بس فعلا ما كنتش قادر اتكلم، ما كنتش قادر اصلا اتنفس. نفسي الصراحة راح الصراحة الى حد ما. انا متضايق، يعني حاسس ان انا عجزت جدا او مفيش اي فتنس، فمحتاج ان انا العب كارديو كتير، لان فعلا قلبي مش قادر. يعني حاسس ان انا جريت 2 كيلو، وانا اصلا كنت نص اللعب وقفت جون لان انا ما كنتش قادر اطلع قدام. فالموضوع مش تمام، لازم اخد بالي من صحتي اكتر من كده. هروح انام واشوفكم بكره الصبح. المهم دلوقتي انا اخش اغير، المفروض اروح اقابل واحد صاحبي كمان ربع ساعه، واحد بقالي سنين ما شفتوش. يا هلا يا ايه يا هلا وحش، حبيبي، عامل ايه؟ كيمو. عامل ايه يا وحش؟ يا ايه الاخبار؟ بطل والله. لونج تايم نو سي. كام يير يا ابني؟ بقالنا كده مثلا 3-4 سنين من قبل مواضيع الجيش وقبل مواضيع ايوه يا جماعه. اهلا وسهلا يا رجاله، اهلا اهلا. ايه الاخبار؟ انت فاطر ولا ايه الاخبار؟ ما فطرتش والله لسه. والله؟ طب يعني جعان؟ تعالى نضرب حاجه، نروح ناكل بقى، عشان انا الصراحه بص انا قايم على السرير بالعافيه. لا والله والله العظيم. والله يا ابني تعبينك معانا يا عم انا يعني بقى لنا احنا بنشوف ايام كام مره في السنه. طب احنا خلصنا فطار، هو اصلا مش فطار، الساعه دلوقتي 12 صح؟ 12 تقريبا. هو فطار غدا، وبعد كده عايزين بقى نتجه نعمل اي نشاط كده لحد يعني ساعتين 3، وبعد كده نروح نضرب تمرينه حلوه. ان انا وايهم اصلا يعني اكتر حاجه كانت بتجمعنا كانت هي الجيم. هو الجيم فعلا. ان ف شاء الله ده هنسميه لقاء لقاء العمالقه، لقاء السحاب. لقاء السحاب. يعني اخر تمرين خدناها سوا انا وكريم كان تقريبا 3-4 سنين. 3-4 سنين. فيا اما هو هيحط عليا انا، يا اما هحط عليه على طول، يعني عادي بحط عليه. على كنا فكره بنقول ايه؟ احنا قاعدين متكتكين هنا على فكره، يعني جو فظيع. والله. قالنا المفروض يعني خدنا على الموضوع ده، بس برضه الحاجه الوحيده اللي ما اتخدش عليها الجو في انجلترا. المهم يعني ايهم كان قاعد فتره هنا في انجلترا، وبعد كده قرر ان هو زهق من انجلترا وحب ان هو يكمل لهم. انت بقى والله مش زهقت، بس واحد ايه جاله حته ان الحته العربي بتاعتنا افتقدناها، وانا هفضل عايش طول عمري هنا. فجات له كده حته ننزل نجرب، ننزل مثلا الخليج مثلا، نجرب الواحد مثلا يشوف ايه الدنيا. وكان طبعا يعني قرار مش عايز اقول خاطئ، بس اهي تجربه، يعني واحد جرب برضو بس ما نفعش يعني الموضوع. يعني انجلترا ولا قطر؟ بص، لو قطر وعايش وفي دخل كويس في قطر، لا هقعد في قطر طبعا. يعني هقعد في قطر طبعا وش، يعني مش هفكر. يعني انت ايه كانت ايه مشكلتك في قطر؟ هل هي الاكسبيرينس في مجالك، ولا انت عشان عملت شيفت للمجال بتاعك، ولا كان ايه هي المشكله المشكله في قطر ان انت لازم تبقى استنى المشكله ان انت يبقى لازم معاك حاجتين، يعني لازم يكون مثلا الجنسيه، ولازم يكون معاك اكسبيرينس، خبره. لو معاك جنسيه ومعكش خبره، الجنسيه الانجليزي قصدي، عشان تفرق معاك هناك طبعا. انا كل اللي بتكلم على الباكج، انت لازم يبقى في باكج عاليه بحيث تقدر تعيش فيها. لو معاك الباكج دي هتعيش كويس جدا في قطر. عندك كل حاجه، يعني اصلا هتلاقي حتى الاجانب هناك في قطر هتعمل معامله واحد اجنبي.
لكن الباكج مش كويسه يبقى مش هتعرف تعيش، فيفضل ان انا تعيش هنا احسن. فاهم؟ فرجعت عشان موضوع المجال ما كانش ماشي هناك، الشهاده ما كانتش قويه قوي او الاكسبيرينس. ايهم، انا وايهم كان عندنا يعني تعتبر احلام مشتركه كتير. انا وهو كنا عايزين نبقى بيرسونال تريننج وبتاع، يعني كباتن ندرب في الجيم، نخش في الجيم، مجال الجيم. بس زمان قعدنا نقول الموضوع صعب وبتاع، وهنقعد ندرس بقى علم تشريح بالانجليزي ومش عارف ايه وبتاع، وفكسنا. الدراسه كانت صعبه جدا طبعا. اول ما جينا هنا ان احنا ندرس وتتكلم في علم التشريح زي ما كريم بيقول، كانت حاجه بالنسبه لنا كبيره قوي. احلى حاجه بقى النهارده ان الدنيا لفت، ومن حوالي مثلا كام شهر كده ايهم اتصل بيا وقال لي تخيل انا هعمل ايه. بصراحه ما كنتش متخيل يعني. قال لي انا ناوي ان انا ادرس بيرسونال تريننج، ان انا امرن يعني وكابتن، واخد الكورس وكده، وهبدا اشتغل في المجال ده. بس فعلا كلام صحيح. اللي حصل ان الحمد لله الواحد بعد ما جرب حاجات كتير وقعد يلف على بحيث يلاقي نفسه هو كويس فيه، الواحد عارف هو كويس فيه اساسا بس كانش لاقي الوقت. فجاء الوقت الحمد لله، بعد التجربه في مجالات مختلفه اتضح ان انا كنت لازم فعلا اخد الكورس. والحاجه اللي انا ببقى رايح الشغل كل يوم ببقى فعلا عايز ادي وببقى مبسوط وعارف ان انا ده مجال اللي انا هبدع فيه وانا اللي يعني هثبت وجودي فيه. فالحمد لله يعني. ايهم من الناس اللي يعني عملت شيفت كارير من جميع النواحي، يعني عمل كذا حاجه، اشتغل كذا حاجه وجرب كذا حاجه. الحمد سوري يا كريم زي ما قطع كلامك، احسن حاجه الواحد يجرب كذا حاجه من وهو صغير والحمد لله الواحد بيبدع في الحاجه اللي هو بيجربها. يعني الواحد بيبدع وبيأدي، بس برضه لازم في حاجه واحده هتلاقي ان هي دي اكتر حاجه قريبه ليك، حاجه اللي انت حاسس هتخليك مبسوط. زي ما قلت سابقا ان انت بتروح الشغل مبسوط، عايز تضحك في وش الناس وتأدي يومك بشكل حلو. بالظبط. احنا على فكره هنا قاعدين في البارك، ومفروض ان ورانا هنا في شباب بقى بتعمل سكيتنج وبتاع ومقضينها. بصوا بس ايه رايك في شويه السكيتنج والعجل الحلوين دول؟ والله شغل عالي جدا، شباب واحد يحييهم فعلا. لا فكره ان الحكومه بتوفر لهم مكان يلعبوا فيه ويعملوا فيه الكلام ده كله، يطلعوا فيه الطاقات بتاعتهم، حوار جامد جدا. فكره ممتازه طبعا. يفيدوا سلاح الصراحه. امتعونا بشويه حركات عروض لما عرفوا كمان ان احنا بنصور، فاتبسطوا قوي. حبوا بقى ان هم ايه يعني يندمجوا شويه. بس نايس. احنا غالبا كده عشان احنا تلجنا هنروح بقى نسخن في الجيم، نضرب تمرينة العمالقة. ايهم بيسخن ب 32. لا حاسب برضو احنا قدامه جامدين قوي، هنسد يعني. دلوقتي بقى ايه التحدي بدأ. ايهم بيقول لي تعالى نلعب ب 50 وبتاع، اول ما جاب ال 40 قال لي ايه ده؟ الحقيقة عندكم تقيل ليه؟ بس مش كلام، الكلام ده غلط. هنشوف بقى انا اجيب كام عدة بال 44. حلو. وهنشوف هو يجيب كام عدة. حلو. بسم الله. حطها صعبة كم؟ ماشي. هوب. روعة الأداء. سيبها؟ الحمد لله 8 عدات. بس هو ده. هو جاب 8 والتاسعة دي جت كده يعني بركة. خلصنا التمرينة الجامدة الحمد لله، يعني ظبطنا الأداء. ايه رأيك يا أستاذ أيهم؟ والله يا جماعة الراجل ده جامد وعصب جامد كمان. حبيبي يعني شهادة لازم اعترف بيها. جامدين من زمان. ايوه عليك حبيبي يا كيمو جامد. هنروح ناكل بقى حاجة حلوة كده عشان أيهم شكله ما يعرفش فايف جايز، ما جربش فايف جايز قبل كده.
جدعان فايف جايز ده يدرس يعني. بص بيديك الاوردر في شنطه معفنه ملهاش 3 اي لازمه، شنطه ورق. بس هي الفكره بقى في ايه؟ حتى البرجر في الفويل برضو ملوش اي لازمه. بس هي الفكره بقى ايه في اللي جوه الفويل ده، البرجر اللي جوه الفويل ده. جرب بقى وقول لي رايك. ادينا هنجرب ونشوف. ايهم هيتكل على الله لانه خلاص المفروض ميعاد القطر بتاعه كمان شويه ان هو هيرجع شيفيلد. ما قلتلكمش ان هو اصلا جاي من مدينه تانية اسمها شيفيلد. فان شاء الله الفلوج اللي جاي، مش اللي جاي يعني اللي جاي بس، يعني الزياره اللي جايه نروح له بقى شيفيلد ان شاء الله. انت نورتنا والله حبيبي يا كيمو، ان شاء الله على خير، اشوفك على خير، واتمنى حبيبي تكون كده بنفس الاداء زي ما حطيت عليك في الجيم النهارده. حبيبي حبيبي يا كيمو. يلا عايز حاجه؟ يلا حبيبي. يلا تكير يا مان. بنبوس جوه العربيه عشان ممنوع بره العربيه. بره العربيه. سلام يا جماعه، وسعيد جدا ان انا شفتكم النهارده. يا رب ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقه حبيبي، والسلام عليكم. يلا مع السلامه. يلا بقى بينا على البيت. يوسف مستمتع جدا بالتابلت الجديد بتاعه. كان حنين عندها تابلت وايان دايما بيلعب على البلاي ستيشن، فيوسف ما كانش عنده اي حاجه يعني يلعب عليها، وكان كل شويه هو وحنين يتخانقوا على التابلت. فقررنا ان احنا نجيب له تابلت، بس بقى ايه، مش التابلت العادي، لا تابلت بتاع الاطفال كده، بحيث ان يبقى فيه ريستريكشن يعني. ايه ده يعني ايه اللي هو بحيث ان بيبقى فيه العاب بس معينه، ما يخشش على الانترنت، او يخش مثلا بس ما ينفعش يتصفح على حاجه، يعني يبقى فيه restrictions. واعتقد موضوع الريستريكشنز ده مش على يوسف بس، يعني برضو في على ايان وعلى حنين. بس كل ايج او كل عمر بيبقى من وجهة نظر يعني شايف ان لازم يبقى فيه restrictions على حاجه. يعني الانترنت ده شايف ان لا، لازم يبقى فيه حدود، ولازم يبقى فيه حاجات معينه ينفع يعملوا. طب اصبر وريني. تمام كده ان شاء الله. الموضوع ده هبقى عايز اعمل عليه فلوج، لان ده موضوع مهم جدا، موضوع السوشيال ميديا والانترنت والكلام ده. يعني في ناس كتير جدا بتقعد تبعت لي، يعني من سن ايان او من سن اكبر منه سنه او حاجات كده، يقعدوا يقولوا لي مثلا عايزين نتكلم ايان، عايزين نتواصل معاه. ايان ما عندوش فيسبوك، ما عندوش الكلام ده كله، وشايف ان اصلا طفل في سنه المفروض ما يكونش عنده الحاجات دي. برضو وجهة نظري، لان في ناس هتقولك لا ازاي ومش عارف ايه، لا بس انا شايف ان لازم كل واحد يعيش سنه. بس هي اراء، كل واحد ليه رايه، انا ليا وجهة نظري، ووجهة نظري دي شايف من وجهة نظري انها صح. ودي طريقه تربيه، او كل واحد ليه بيبقى ليه طريقه تربيه. ان شاء الله باذن الله عايز ابقى اعمل فلوج عن موضوع السوشيال ميديا والاطفال والكلام ده، لان ده موضوع حساس وموضوع مهم جدا وبيفرق جدا مع الاطفال. فان شاء الله انتظر الموضوع ده قريب يعني. Why? Because Johnson punched me. جونسون Yeah. بيقول لي بطني وجعاني عشان جونسون ضربه بال Johnson punched Yusuf. جونسون ضرب يوسف؟ مين جونسون ده؟ Believe. ولا ميسي؟ هو طبعا يعني ولا جونسون ضرب ولا بتاع، هو يعني احيانا كده بيحب يختلق قصص ويعيشك فيها. Baba, right here. Yeah. I got this in. Is it better now? ها؟ Is it better? ها؟ صحيح الاولاد مستواهم اتطور في العربي الحمد لله، يعني كلهم بقوا ما بيتكلموش عربي بس يعني يعرفوا شويه حاجات. يانكم ايه؟ Why? Tell them what did you learn in Arabic school. هيقول لكم بعض الحاجات اللي هو يتعلمها. Arabic school today. Not today, I mean what did you learn in the last few weeks? أسد بلح بلح كتاب كتاب and there was one more. يقول لكم في واحدة كمان. It was Sala, like to ask something. سألة Yeah. سألة 5 words ما شاء الله. شكرا. بقول لكم ما شاء الله اتطوروا، يعني بدأوا
يعرفوا شويه حاجات. تعالوا بقى نشوف حنين اتعلمت ايه. What did you learn in Arabic school? I didn't do in Arabic school. Not today. Last week. What did you learn? Alif, ألف باء, باء تاء, تاء. حلو. عد. عد مين؟ That means you have to talk Arabic. اسمك ايه؟ حنان. واحد. اسمك واحد؟ ما شاء الله. وعندك كم سنة؟ Wow and yay. واو نياي. طيب. What's 5 in Arabic? واحد, Mhm. اثنين, ثلاثة, أربعة, خمسة. خمسة. So 5 is خمسة. Yeah? صح؟ طيب نسألها بقى ايه شوية أسئلة هي تعرفها. What's cow in Arabic? بقرة. بقرة. What's Was it sweet? what's rabbit? ألف. أرنب. أرنب. هي عارفة إن هو بيبدأ بحرف الألف. What's إيه؟ What's cat? قطة. قطة. What's dog? كلب. الله الله. خلاص كده احنا عايزين ايه تاني؟ That's it. Look at me. What did you learn in Arabic school? Person. ها؟ Person. يا دي اسمها آلة. اسمها. اي اسمها. I just went. اوكي ليه؟ خد بس اسمع مني. What did you learn in Arabic school last week? The chocolate. What's teacher? أبلة. أبلة. يقول لك teacher أبلة. Yeah. دي هي الحاجة الوحيدة اللي هو بيقولها على طول يعني. آخر مشهد في الفلوج وبعد كده بقى هقضيها طول الليل editing. فربنا معايا. وده كان الستوري بتاعت الانستجرام. اللي متابع هيعرف اللي بيحصل بالظبط. بحاول اليومين دول ان انا اكيب اب يعني بالستوريز والكلام ده بحيث ان الناس برضو تبقى ابديتد. ان انا زي ما قلت هحاول الفترة اللي جاية دي اركز شوية على الانستجرام بحيث ان الناس تبقى معايا على الخط يعني. الفلوجز اللي زي دي بقى محتار شوية فيها لان حد مثلا زي ايهم ما شفتوش من 4 سنين. ببقى عايز اوثق اللحظة ان احنا قاعدين مع بعض وبنقضي وقت مع بعض وفي نفس الوقت ببقى عايز ان انا اقضي معاه وقت فالموضوع بيبقى صعب شوية. المهم يا رب يكون الفلوج عجبكم. يعني يوم عادي من الايام الواحد بيقضيها. المفروض ان انا هرجع تاني الجامعة ان شاء الله من اول الاسبوع اللي جاي. فربنا معانا وربنا معايا النهاردة لان انا هقضي الليلة ايديتنج لحد الصبح عشان تشوفوا الفلوج بعد صلاة الجمعة ان شاء الله. السلام عليكم.